أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وأصلح وسهل ما قد تعود. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعود. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. الأنبياء السلام عليك السلام
السلام على المشفع بالقيامة السلام على المضلل بالغمامة السلام على المتوج بالكرامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك سيد الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أكداره الجسمة صلى الله عليه فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العمر المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق بعالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان
فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. يا لقلبي سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا. يا لقلبي سروره قد توالى بحبيبي عم الأنام نوالا. جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا. يا لقلبي سروره قد توالى بحبيبي رغم الألام نوالا. والثرى في الحزن أعلى مقامي ودناها في مجده وتعالى. يا لقلبي سروره قد توالى بحبيبي عم الأنام نوالا. لحظته العيون في مجتلته. لحظته العيون في مجتلته. بشرا بلا يزيح الضلالا. بشرا بلا يزيح الضلالا. يا لقلبي سروره قد توالى. يا لقلبي سروره قد توالى بحبيبي عم الأنام نوالا. بحبيبي عم الأنام نوالا. وهو من فوق علم ما قد رأته. وهو من فوق علم ما قد رأته. رفعة في شؤونه وكمالا. رفعة في شؤونه وكمالا. يا لقلبي سروره قد توالى. يا لقلبي سروره قد توالى بحبيبي عم الأنام نوالا. بحبيبي عم الأنام نوالا. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق ينور. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته
في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أدم الصلاة على الحبيب فصلاته نور وطيب. الله صلى عليه، الله صلى عليه والملائكة الكرام وينال من صلى عليه وينال من صلى عليه الخير من رب مجيب. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما تقول قولوا راجعنا بكل خير اجتمع الفرق والأصول. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. لولاك يا زينة الوجود بطل
أتى في القرآن بما أتى في القرآن مالي سواك ارحم حالي يا منى روحي وآمالي مالي مالي سواك ارحم حالي يا منى روحي وآمالي مالي 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 سيدي مالي روحي مالي والله مالي مالي عيني مالي عيني مالي مالي سواك يرحم حالي يا منى روحي وآمالي مالي مالي سواك يرحم حالي يا منى روحي وآمالي وفقني وصل أحوالي وفقني وصل أحوالي وفقني وصل أحوالي وفقني وصل أحوالي يا حبيب الرحمن يا حبيب الرحمن يا نبينا الهادي العدناني سر نور الأكوان يا نبينا الهادي العدناني سر نور الأكوان أعطف علي ورعاني أعطف علي ورعاني بما أتى في القرآن بما أتى في القرآن اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده وأشهد أن سيدنا محمدًا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصل بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم واشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتكريم والتكريم، نفذت القرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين صلى الله عليه. حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين، فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون صلى الله عليه. فما من صلب ضمة إلا وتمس عليه من الله النعمة، فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه، يتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه صلى الله عليه. وقد قرت الأقدار الأزلية بما قضت، وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت صلى الله عليه. فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه. ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر، فتعلق ذمة الراكم لهذه الحروف بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه. وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف، تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه. وإلا فأنا ضرب الأكلام من شؤون خير الأنام، ولكن حزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه. وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا يتشوق إلى سماع أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا من يكون شفيعي عند خالقه الله، يا من يكون شفيعي عند خالقه في ساحة الحشر، إن وفى لي الطلب إني إليه بأبناء لك انتسب مستشفع، فلعلي منك أقترب. ساداتنا الغر من أبناء فاطمة، طوبى لمن كان للزهراء ينتسب. من نسل فاطمة أنعم بفاطمة، من أجل والدها قد شرف النسب. حبيبي يا رسول الله محمد ابن عبد الله، حبيبي يا رسول الله محمد ابن عبد الله، عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام. حبيبي يا رسول الله محمد ابن عبد
الله حبيبي يا رسول الله محمد ابن عبد الله عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام ولولاكم لما سرنا لطيبة بروحنا طرنا ولولاكم لما سرنا لطيبة بروحنا طرنا ما أسعدنا إذا زرنا بحماهم مع محبينا عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام دخيلون يا من زغرا فأنت بحالنا درى دخيلون يا من زغرا فأنت بحالنا درى بحق الليل والعشرة تشفع بنا واحمينا عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام يا رسول الله محمد ابن عبد الله حبيبي يا رسول الله محمد ابن عبد الله عليك صلاة عليك سلام عليك صلاة عليك سلام عليك صلاة عليك سلام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الله عليه فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيش سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز النور كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من ندم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا الصماط الممدود فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام
الكون ابتهاجت بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أرسل رسول الله وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك فاضربوا يا أهل المثاني فهزار اليمن غرت الله واستضيء بجماله الله الله بقى في الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسيني 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 ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسيني مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسيني فلربي كل حمد جل أن يحصره العد الله إذا حمانا بوجود المصطفى الهادي محمد يا رسول الله جئنا لزيارة قصيدنا الله نرتجي منك شفاعة عند رب العالمين يا رسول الله أهلا يا الله بك إن بك نسعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع
شفاع يا الله وبجاهه يا إلهي يا الله جد وبلغ كل ما قصد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله بنا نهج سبيلي كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهه بجواره خير ما فعل صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا رب صل عليه وسلم مرحبا صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul habaib asyurafa wal asatidah al-fudhala. Di hadapan ada wahid itsnain tsalatsa. Ada 3 bayi yang akan diresmikan namanya, telah diwafakati oleh kedua orang tuanya, oleh jid dan jidahnya dan seluruh keluarganya, untuk diberikan dengan nama-nama yang baik sebagaimana yang dituntunkan dan diajarkan oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Sesungguhnya kalian kelak pada hari kiamat akan dipanggil dengan nama-nama kalian dan nama orang tua kalian, maka perbaguskanlah nama-nama kalian. Yang pertama Muhammad Adni bin Hasan bin Syahab. Kemudian yang kedua Hamid bin Ahmad Zaki. Hamid bin Ahmad Zaki bin Hamid Al-Kaf. Dan yang ketiga Nur Aini Saputri binti Diki Saputra. Semoga anak-anak ini menjadi anak yang saleh, salehah. Mudah-mudahan insyaallah menjadi anak-anak yang dipanjangkan umurnya oleh Allah Ta'ala, dimurahkan rezekinya, disehatkan badannya, menjadi anak-anak yang berbakti pada kedua orang tua,
dijaga dari berbagai macam keburukan, dari sakit penyakit, bala bencana, keburukan zaman, keburukan ahli zaman, dan menjadi qurrat ain bagi kedua orang tuanya dan bagi jadduna Sayyidil Kaunain. Al-Fatihah al-Asmaul Mubarak Muhammad Adni bin Hasan bin Syahab wa Hamid bin Ahmad Zaki bin Hamid Al-Kaf wa Nuraini Saputri binti Diki Saputra, anallahu yaj'alhum min iyali salama wa rabbuna taqarrab alaihim bitulil umur fi ta'atillah wa ta'ati rasulillah يمن عليهم بالعلم النافع والحلم الواسع والرزق الحسي والمعنوي ويحفظهم من شر الزمان وشر أهل الزمان ويعيذهم وذريتهم من الشيطان الرجيم ويجعلهم قرة عين سيد الكونين جد الحسن والحسين. فاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى ما ورجالنا وحبايبنا وشيخنا وعلى من هو حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عند تسمية أبنائهم وبناتهم بسر الفاتحة وإلى النبي صلى الله عليه وسلم. فاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma barik lana bi azwajina wa auladina banatina dzurriyyatina wa la tadurruhum wa fiqna wa iyyahum fi ta'atik warzuqna birrahum bihaqqi rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama wa bihaqqi rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyyin min sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبات القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نشر الطيب تأطرت الطرق والمنازل وبأرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله الأولى في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها غدت على نجم السها بإنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك إنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم.
اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم أستغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا، توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعيي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودعي أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأبخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر، قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك، سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم، ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره، وعم ببركته وشريف جهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا،
وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة. واكشف اللهم كربة المكروبين، واقض دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك الصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم. اللهم سبحان الله وآياته بها سلام وأن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة وياسين والتحليل والتسبيح والصلاة على الحبيب إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته، ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء المرسلين جميع بار الله الصالحين، ثم إلى أرواح محاجر الله الأبي أحمد بن عيسى بن الفقيه المقدم الأبي محمد بن علي وعلى وأصولهم وإبراهيم، ثم إلى أرواح المقدم الثاني عبد الرحمن سقاف أولاد وسادة والمنتسبين إليهم الآخذين عنهم، ثم إلى روح الحبيب علي بن أبي بكر سكران وأخي عبد الله بن أبي بكر السكران، ثم إلى روح الحبيب العيدروس الأكبر، ثم إلى روح الحبيب أحمد شابن الأكبر، ثم إلى روح الحبيب شيخ أبو بكر بن سالم، ثم إلى روح الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاشي علي بارا، ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن علوي الحداد، ثم إلى روح الحبيب أحمد بن زين الحبشي، ثم إلى أرواح كافة أولياء الله في مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها، منهم الحبيب حامد بن علي الحداد والحبيب محمد بن علي الحداد، ثم إلى روح صاحب التربة الحبيب علي بن شيخ سقاب كافة المقبورين في مقبر السقاب، منهم حافظ القرآن الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بن شهاب، ثم إلى روح صاحب التربة الحبيب أحمد بن حسن الحبشي، ثم إلى روح الحبيب عبد الرحمن بن محمد المنور، ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن سالم الكاب، ثم إلى روح الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي، ثم إلى روح الحبيب أحمد بن حامد الكاب، ثم إلى روح الحبيب علوي بن أحمد بحسين، ثم إلى روح صاحب التربة الحبيب البركة الحبيب أحمد بن شيخ بن شهاب وأصوله وفروحهم، ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن عيدروس بن شهاب، ثم إلى روح الحبيب عقيل بن محمد بن يحيى، ثم إلى روح Pangeran Syarif علي بن شيخ أبي بكر بن سالم، ثم إلى روح كافة الأساتذة والمشايخ ولمن له الحقوق علينا منهم الحبيب محمد بن حسين بن شهاب، ثم إلى أرواح المذكورين أسماءهم الحبيب أبويا سيد محمد علوي المالكي مؤسس دار اللغة والدعوة، ثم إلى روح
المرحوم إلى رحمة الحي القيوم أبويا الحبيب حسن بن أحمد بحرون مؤسس دلوة، ثم إلى روح الحبيب قاسم بن أحمد بحرون، ثم إلى روح الحبيب مصطفى بن أحمد بحرون، ثم إلى روح الحبيب حسين بن عبد الله قرسي السقاف، ثم إلى روح الحبيب أنيس بن أبو بكر الحندوان، ثم إلى روح الحبيب حسين بن صالح المحضار، ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن عبد الرحمن مولى حيلة، ثم إلى روح الحبيب طاهر بن يحيى، ثم إلى روح الحبيب حسن بن مصطفى بابود، ثم إلى روح الحبيب عيدروس الحندوان، ثم إلى روح الحبيب عبد الحامد بن عبد الله السقاف، ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن يحيى السقاف، ثم إلى روح الحبيب محمد رضا بن عبد الله السقاف، ثم إلى روح الأستاذ بدر البحبذي، ثم إلى روح الأستاذ أحمد شاكر، ثم إلى روح الأستاذ محمد نصيحين نور، ثم إلى روح حجي أحمد أسراري بن مرسيرك، ثم إلى روح الأستاذ شافعي، ثم إلى روح الأستاذ مفتوحين، ثم إلى روح الأستاذ أمير الدين، ثم إلى روح الأستاذ عبد الشكور، ثم إلى روح الأستاذ إباد، ثم إلى روح الأستاذ أحمد منصور، ثم إلى روح الأستاذ إلهام مصدوقي، ثم إلى روح الأستاذ عبد الحامد بطروان، ثم إلى روح الأستاذ عبد الله عمر، ثم إلى روح الأستاذ سيد الأنوار، ثم إلى روح الأستاذ صادق شهاب، ثم إلى روح الأستاذ علي حفيظ، ثم إلى روح الأستاذ واحد حشيم، ثم إلى روح الأستاذ حلمي الفربي، ثم إلى روح الأستاذ محمد إسماعيل سربايا، ثم إلى روح الأستاذ ياسين، ثم إلى روح الأستاذة حميدة، ثم إلى روح الأستاذة فريدة السقاف، ثم إلى روح الأستاذة جميلة بنت نعمة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويدخل الجنة برحمته وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر الرحمن بالغيب وبشر بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا آثارهم وكل شيء أوصينا في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما عن الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألك أجرا وهم مهتدون وما للعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دوني آلهة إن الرحمن بدل لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا عليكم بعد من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسل إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض ميتة أحيانا فأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعدنا فجرنا فيها من العيون
ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسرهم منه النهار فإذا مظلمون والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجل القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثلهم ما يركبون وإن نشأ نكركم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتي من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو نشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صحة واحدة تعظم وهم يسمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى عليهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلمون نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة يوم في شغل فاكحون هم وأزواج في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد لكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلحوا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على عينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم وما استطعنا مؤذيا ولا يرجعون ومن نعمر نكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمنا شعرا من ينبغي له إن هو إلا ذكر قرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركب فمنها يأكلون ولهم فيها مشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لم جند مخضرون ولا يزن قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقنا له من نطفة فإذا خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من العظام وهي رميم قل هي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر أخضر النار فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر أن يخلق مثلهم بلى هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة على هذه المخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفلوا عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك
برحمتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون. وسلم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم. إن الله الغفور الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبينا من قبلي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمات الحق علينا أحياء وعلينا نموت وعلينا إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده، 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 سبحان الله وبحمده،
سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا الله 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 نستغفر الله العظيم ونتوب إليه 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة وآيات الكرسي والثلاثة من قل هو الله أحد والمعوذتين مرة إلى روح صاحب الحال المرحوم إلى رحمة الحي القيوم أبويا الحبيب حسن بن أحمد بحرون وأبويا سيد محمد علوي المالكي والأساتذة والمشايخ أن الله يغفر لهم ويرحمهم دل الجنة برحمته وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علم الله بما يشاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل رب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل رب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس روح الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله واستغفر الله وصلى الله على رسول الله. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترضى من عليها وأنت خير الوارثين. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل وأوصل وتقبل وما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه من لا إله إلا الله وما سبحناه من سبحان الله وبحمده وما قلنا من قولي يا الله يا الله وما استغفرنا وما صليناه على النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المجلس مباركة واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة. نقدم ونهدي ثوابها لحضرة حبيبنا شفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وطرة وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين. ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة أجمعين وجميع عباد الله الصالحين. ثم إلى روح سن المحاجر اللهم بن عيسى وابنه عبيد الله وسلم وإلى رشاد الأعظم سين البقي المقدم الحبيب محمد بن علي بعلوي وسلم وإبراهيم والمقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن محمد شقاب. ثم إلى أرواح جميع الأبي علوين ما كانوا مشارق الأرض إلى مغاربها. ثم إلى أرواح متقدمين لهذه الحارة وذي الجزيرة وذي البلاد من الأبي علوي من علماء والأولياء والصالحين منهم الحبيب حامد بن علي بن أولي الحداد وأخوه حبيب محمد بن علي بن أولي الحداد. ثم إلى الحبيب علوي بن شهاب سقاب وسليم وإبراهيم. ثم إلى الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بن شهاب. ثم إلى الحبيب أحمد بن سالم بن عبد الرحمن السقاب. ثم إلى الحبيب أحمد بن حسن الحبشي. ثم إلى الحبيب عبد الرحمن محمد منور. ثم إلى الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي. ثم إلى الحبيب عبد الله بن سالم الكاب. ثم إلى الحبيب أحمد بن حسن الحبشي. ثم إلى الحبيب عبد الرحمن بن حسن حبيب حسن بن عبد الرحمن بحشين. ثم إلى الحبيب علي بن أحمد بحشين. ثم إلى الحبيب علي بن محمد بن عبد الله الحبشي. ثم إلى الحبيب علوي ثم إلى الحبيب أحمد بن شهاب. ثم إلى الحبيب شريف علي بن أبو بكر بن سالم. ثم إلى الحبيب دكتور عقيل بن محمد بن يحيى. ثم إلى الحبيب أستاذنا محمد بن حسين بن شهاب وسلم وإبراهيم. ثم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكن مجمنته. ثم إلى روح من تمانا هنا بسببهم المذكورين أسماءهم ولم نذكر منهم أمتعنا بهم خصوصا المشايخ المتقدمين من معهد دار الدواء المذكورين أسماءهم والأخص إلى روح صاحب الخال الحبيب أبويا الحبيب حسن بن أحمد بهرون. ثم إلى أبويا سيد محمد بن علوي المالكي أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته. والدينا ووالديهم خاصة وأنباتنا أنبات المسلمين عامة بأن الله يتغشاهم بالرحمة ويسكنهم الجنة برحمته. أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليه. اللهم اجعله نورا يسعى ويتلألأ بين يديه. اللهم اجعله فكاكا له من النار وإذكا له من النار وسلطا له من النار وإجابا له من النار وبراءة لهم من العذاب. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجمعنا وإياهم في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم بحق الفاتحة سر الفاتحة كرامة الفاتحة وبحق من أنزل عليه الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عمده يغفر ويرحم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قبول. أحييكم بالتحية الإسلام تحية من أهل الجنان فتحيتهم فيها السلام سلام قولا من رب الرحيم لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول داعى داعي العناية فاستجبتم وبادرتم إلى فضل الجزيل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي جعل أشراف المكاسف وأعظم المواهب وأشكره على نعمة المطاعم والمشارب. أشهد أن لا إله إلا الله المنزه عن النقائص والمعايب وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الهدى والنور وطهارة النفس عن المثالب. نهدي من سويدة ضميرنا جناح التوقير والتبجيل نحو الحبائب والأساتذة الفهول الذين قد حضروا معنا الذي يتسامى قدرهم عن ذكر واستحضار أساميهم واحدا تلو واحد عسى أن يطيل أعمارهم بالتوفيق وينور مناهجهم بالتحقيق ويزيل عنهم شتى التعويق ويشتت أعداءهم من كل فريق. نقول ونرحب لكم ترحيبا حرا بلسان الشاعر حيث قال مرحبا أهلا بكم ضيوفنا الكرام عدد ما هلت الأمطار مرحبا أهلا بكم ضيوفنا الكرام عدد ما طارت الأطيار أهلا بكم ضيوفنا الكرام بعدد ما بكل ما في أرض أشجار أهلا بكم بمقدار فرحتنا بقدومكم إلينا ضيوفنا الأزهار. المحترم والمكرم السيد الوالد المربي أرواحنا الداعي إلى الله أبويا الحبيب حسن بن أحمد باهرون والحبيب زين ابن حبيب حسن بن أحمد باهرون والحبيب سقاف ابن حبيب حسن بن أحمد باهرون والحبيب علي رضا ابن حبيب حسن بن أحمد باهرون والحبيب حسين بن ابن حبيب حسن بن أحمد باهرون ماتعنا الله بطول حياته الشريفة وكثر الله أمثالها آمين آمين يا رب العالمين. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul, bertemu dan berjumpa dengan para habaib di acara hall yang ke-25 Al-Habib Hasan Ibni Habib Ahmad Baharun. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi agung kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang telah membawa kita dari jalan yang gelap menuju yang terang. Alhamdulillah, berdirinya Al-Faqir di sini untuk meminta izin kepada hadirin semuanya untuk membacakan rangkaian acara Haul Ad-Da'i Ilallah Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Yang pertama, acara yang pertama pembacaan Kutubus Salaf yang telah kita bacakan di pagi tadi, di pagi hari. Di acara kedua Maulid Simtud Durar yang telah kita bacakan dan kita simak masing-masing. Dan acara ketiga adalah tasmiyah
yang sudah kita saksikan, ada 3 bayi yang dinamakan anaknya insya-Allah menjadi anak yang saleh dan salehah. Dan acara yang keempat, pembacaan Fatihah, Yasin, tahlil dan doa tahlil. Sekarang kita melanjutkan ke acara yang kelima, yaitu pembacaan managib sahibul haul, ad-da'i ilallah, Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, yang akan dibacakan oleh As-Sayyid Fadil bin Abu Bakar Al-Haddad. Fa'alaihi falyatafaddal al-mashkur. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, izinkan Al-Fakir untuk membacakan managib ring singkat Sahibul Hal ad-da'i ilallah Abuya Al-Habib Hasan Ahmad Baharun. Silsilah kelahiran dan silsilah beliau. Al-Habib Hasan Baharun lahir di Sumeneb pada tanggal 11 Juni 1934 dan merupakan putra pertama dari 4 bersaudara dari Al-Habib Ahmad bin Husain Baharun dengan Syekhah Fatimah binti Ahmad Bakhabazi. Adapun silsilah Zahabiyah yang mulia memiliki adalah Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Husain bin Tahir bin Umar bin Hasan Baharun, yang mana bersambung nasab beliau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa kecil dan pendidikan beliau. Sejak kecil, kedisiplinan dan kesederhanaan telah ditanamkan oleh kedua orang tua beliau sehingga mengantarkannya menjadi pribadi yang mempunyai akhlak dan sifat yang terpuji. Selain memperoleh bimbingan agama dari kedua orang tuanya, Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun juga mendapatkan pendidikan keagamaan dari Madrasah Makarimul Akhlak serta dari Ustadz Ahmad bin Muhammad Bakhabazi, seorang ulama besar yang disegani di Kabupaten Sumeneb, yang tidak lain adalah kakek beliau sendiri. Setelah kakeknya meninggal, Habib Hasan bin Ahmad Baharun menimba ilmu agama dari paman beliau, yaitu Ustadz Utsman bin Ahmad Bakhabazi dan Ustadz Umar bin Ahmad Bakhabazi. Tidak hanya itu, beliau juga belajar dan memahami ilmu agama, khususnya ilmu fikih, kepada Al-Faqih Al-Habib Umar bin Husain Ba'agil Sumeneb. Dan Habib Hasan bin Ahmad Baharun sekaligus merupakan murid kesayangan dari ulama asal kota Pahlawan tersebut. Sejak kecil, Habib Hasan bin Ahmad Baharun memiliki semangat belajar yang tinggi serta dikenal ulet dan rajin. Hal itu terbukti ketika bulan Ramadan tiba, beliau maka belajar semalam mulai sehabis tadarus Al-Quran sampai menjelang waktu subuh. Di samping pendidikan agama, Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun juga menempuh pendidikan formal mulai dari SR, Sekolah Rakyat, jenjang pendidikan setingkat SD, hingga PGA, pendidikan guru agama. Ketika memasuki tahun keempat, beliau pindah ke Semea di Surabaya sehingga tidak sempat merampungkan pendidikan PGA-nya. Perjalanan dakwah dan konsep-konsepnya. Setelah menamatkan sekolah, Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun sering mengikuti ayahnya ke Masa Lembu, sebuah pulau di utara Pulau Madura, untuk berdakwah sambil membawa barang dagangan. Keluarga Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun pada saat itu dikenal sebagai orang yang ramah dan ringan tangan. Apabila ada orang tidak mampu membayar hutangnya, maka beliau disuruh membayar semampunya, bahkan tidak jarang hutang-hutang orang-orang tersebut dibebaskannya. Sejarah berdirinya Pondok Pesantren Darul Lugah wad Dakwah. Pondok Pesantren Darul Lugah wad Dakwah didirikan pada tahun 1981 di Kota Bangil.
Pasuruan atau perintah dari Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani dengan menempati sebuah rumah kontrakan. Dengan bantuan Habib Ahmad bin Husain As-Segaf, Habib Hasan bin Ahmad Baharun mengasuh dan mendidik para santrinya dengan penuh ketelatenan dan kesabaran. Dalam waktu yang relatif singkat beliau mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sehingga jumlah santri bertambah dengan pesat. Karya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Karya beliau adalah Majmu'atul Asriyah, Kamus Bahasa Arab Dunia Islam. Yang kedua, Al-Muhawwarah Al-Hadisah, juz 1 dan juz 2. Yang ketiga, buku praktis ilmu tajwid. Yang keempat, kitab Al-I'rab. Yang kelima, pengantar ilmu nahwu. Yang kelima, kalimatul af'al, kata-kata kerja serta contoh penggunaannya. Kalimatul asma, kosa kata-kata benda dan contoh penggunaannya. Yang kedelapan, dalil muslim, kumpulan wirid-wirid dan amalan para salaf. 9 dan yang lain-lain. Pesan dan pesan wasiat Abu Yal Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Di antara pesan dan Habib Hasan bin Ahmad Baharun, beliau pernah mengatakan, seorang pengasuh pondok pesantren bagaikan induk ayam yang sedang mengerami. Bila induknya sering meninggalkan telurnya, maka telurnya akan busuk dan tidak akan bisa menetaskan seekor anak ayam. Begitu juga bila sang pengasuh sering keluar meninggalkan pondok, maka santri-santrinya tidak akan berkualitas. Beliau juga pernah mengatakan, seorang pengasuh atau pendidik harus mempunyai 4 sifat, yaitu sifat ikhlas, yang kedua sabar, yang tiga mendahulukan kepentingan lembaga atau anak didiknya dan menganggap mereka sebagai anaknya sendiri. Beliau juga pernah mengatakan, tinggalkan urusan terbesarmu untuk urusan terkecil pondokmu. Setiap manusia tidak akan pernah terlepas dari 3 hal dalam hidupnya. 1, tidak akan pernah terlepas dari ujian dan cobaan. Yang kedua, tidak akan terlepas dari omongan orang lain. 3, tidak akan terlepas dari kematian. Demikianlah biografi singkat dari Ad-Da'ilullah Abu Yal Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dan keteladanan dari perjalanan hidup beliau. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah wal hafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah kita dengarkan seksama biografi singkat daripada Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Semoga kita kelak dapat mencontohkan sifat-sifat beliau, kedermawanan beliau yang insya Allah akan terdidik untuk anak-anak kita nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Mempersingkat waktu, dilanjutkan dengan acara yang ke-6, yaitu Mau'izatul Hasanah, nasihat-nasihat kalimat au kalimatain yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Habib Kamil bin Ahmad Barakbah, Mudirul Ma'had atau Pondok Pesantren Darus Sunniyah daerah Segayam. Fa'alaihi falyatafaddal al-mashkur. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya man maqalidul umur kulluha biyadih wa ilaihi yarji'ul amru kulluh ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim iftah lana fathan gariban ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah,
Yang sama kita muliakan, kita hormati para habaib, para anak cucu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan dengan adanya mereka kita senantiasa selalu mendapatkan keberkahan dari Allah. Dan juga yang sama kita muliakan, kita hormati, kita cintai para alim ulama, para asatidzah, para pembimbing kita untuk kita bisa mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan guru-guru kita, para ulama kita, para asatidzah kita diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan umur yang panjang, umur yang barokah, umur yang bisa membimbing kita untuk kita senantiasa berada di jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Serta hadirin ikhwan yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di waktu yang mulia ini, di waktu yang barakah ini, Allah mentakdirkan kita untuk bisa melakukan perbuatan baik. Semua yang terjadi atau yang dilakukan oleh manusia itu tidak terlepas daripada ketentuan Allah. Dan itu sudah kita ketahui. Karena sudah dipelajari, bahkan semua kita mengetahui dalam rukun iman yang jumlahnya ada 6, itu ada iman terhadap qada dan qadar. Baik dan buruk daripada ketentuan tersebut semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mentakdirkan kita saat ini untuk duduk di dalam perbuatan baik. Karena semua amal kita ini sebelum kita lahir sudah Allah tentukan. Tetapi walaupun semuanya sudah Allah tentukan sebelum adanya kita di atas muka bumi ini, syariat ini baik dari lisan Nabi Muhammad secara langsung ataupun dari kalam para orang-orang yang sudah mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah, menjelaskan ketentuan memang murni datang dari Allah. Tetapi ada tanda-tanda yang di situ kita bisa mengetahui di mana kedudukan kita di sisi Allah. Dan bagaimana yang bisa kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi juga perlu kita ketahui ketentuan ini perlu juga kita gunakan akal. Makanya dalam salah satu kitab Al-Hikamul Haddadiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, beliau mengatakan ketika seseorang manusia ditakdirkan berbuat baik seperti kita yang kita lakukan pada saat ini, Allah mudahkan kita untuk duduk bersama, maka yang perlu kita lihat adalah dua hal, bidayah wan nihayah, sebab dan akibat. Kita perlu memikirkan apa sebab yang membuat kita mendapatkan kenikmatan ini. Yang membuat kita bisa mendapatkan kenikmatan ini adalah taufik, hidayah dari Allah. Kalau bukan karena hidayah, sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, sepintar apapun kita, sesehat apapun kita, tidak bisa untuk melakukan kebaikan. Berapa banyak orang yang lebih pintar dari kita, lebih kuat dari kita, lebih sehat dari kita, tapi dia diberatkan, dipersulit untuk melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah. Dan yang kedua, kenapa perlu melihat sebab? Agar saat kita beramal tidak ada ujub dengan amal kita. Tidak ada bangga, ini karena saya, ini amal ana, ini amal aku. Tidak. Tapi semua hadza min fadlillah. Ini karena karunia Allah. Yang kedua, melihat nihayah, melihat akibat. Apa akibat kalau kita dimudahkan berbuat baik? Kita akan dapat pahala, kita akan dapat rahmat, kita akan dapat barokah. Di situ yaghdhum rahbatu, akan menyemangatkan keinginannya untuk selalu berbuat baik.
Kenapa? Dia tahu balasannya begitu besar, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, wa idza waqa'at fi ma'siyah. Kalau kita terjatuh, ditakdirkan, ditentukan jatuh dalam kemaksiatan, maka hanya lihat satu hal. Fandur ila nihayatih. Hanya lihat akibatnya. Jangan lihat sebabnya. Kalau kita melihat sebab, kenapa kamu tidak sholat? Sudah takdirnya Allah. Kenapa kamu berbuat maksiat? Sudah ketentuan Allah. Maka kata Imam Abdullah Al-Haddad, ini adalah perbuatan dosa yang lebih besar daripada kemaksiatannya. Maka lihat nihayah, lihat akibatnya. Apa akibat kalau saya berbuat dosa? Azab, suhdullah, murkanya Allah, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Di situ akhir dia sadar, ya Allah, kalau saya terus-menerus begini, maka murka akan terus datang kepada saya. Bencana akan terus menimpa saya. Walaupun tidak menyerang fisik saya, tapi menyerang hati saya. Sehingga hati saya tidak merasakan lezat saat menyebut nama Allah. Hati saya tidak merasakan tenang saat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua ada sebab, semua ada akibat. Tapi untuk keburukan, lihat akibat. Nah, Abuya Al-Habib Ahmad bin Hasan bin Ahmad Baharun yang kita duduk pada halnya hari ini, beliau adalah salah satu orang yang sudah ditandakan kalau beliau ini adalah orang yang akan bahagia, orang yang akan hidupnya aman, orang yang akan hidupnya tenang, bahkan orang yang akan berada di dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena beliau mengambil tanda tersebut di dalam kehidupannya. Dalam kitab Risalatul Mu'awanah, di muqaddimah, di pendahuluan kitab tersebut, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, beliau mengatakan kalimat yang sangat indah. Wala tajarrada linushi ibadillah wa da'watihim ila babillah illa alladhina sabaqat lahum minallahi al-husna bis-sa'adah wal aman wal fauzi waridwan. Orang yang tidaklah menghabiskan waktunya untuk linushi ibadillah, memberikan nasihat. Makna nasihat adalah kepedulian terhadap hamba Allah. Orang yang menghabiskan waktunya untuk peduli terhadap hamba Allah bifi'lihi dengan perbuatannya, biqaulihi dengan ucapannya, bimalihi dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan pikirannya, dengan apa yang dia punya, yang dia gunakan untuk peduli perhatian terhadap hamba Allah, terlebih mereka semua adalah umat Nabi Muhammad. Peduli terhadap umat Nabi. Tidak memperdulikan dirinya sendiri, tapi lebih memperdulikan hamba Allah. Al-Habib Hasan, beliau termasuk orang yang contoh memperdulikan hamba Allah. Sehingga kalau dilihat dalam kehidupannya sederhana. Karena dia lebih memperdulikan santrinya, lebih memperdulikan orang lain, lebih perhatian terhadap umat Nabi besar Muhammad. Orang yang menghabiskan waktunya untuk peduli kepada hamba Allah. Wa da'watihim ila babillah. Bukan hanya peduli, tapi dia juga mengajak hamba Allah untuk berada di jalannya Allah. Mengajak ini banyak hadirin, tidak hanya dengan lisan. Tidak harus menjadi ustadz baru mengajak orang berada di jalan Allah, tidak. Mengajak dengan hal, dengan keadaan. Mengajak dengan daripada perbuatannya, mengajak dengan hartanya. Yang penting orang tersebut mau diajak berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dua orang ini, dua sifat ini ada di dalam diri seseorang, kata Imam Abdul Haddad, mereka adalah orang-orang yang sudah Allah tentukan di Lauhul Mahfuz, orang yang akan bahagia, orang yang akan aman, orang yang akan beruntung, orang yang akan ridho, dan orang yang akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Imam Abdullah Haddad mengatakan, ulaika warathatun nabiyyin. Merekalah pewaris-pewaris para nabi. Wa a'immatul muttaqin. Dan merekalah
imam daripada orang-orang yang bertakwa. Wa khirati rabbil alamina minal mu'minin, orang-orang mukmin yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tanda ini sudah tampakkan sehingga kita mau mengambil tanda tersebut agar membetulkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dimudahkan melakukan hal ini, maka berharaplah kepada Allah agar bisa mendapatkan keuntungan tersebut. Tapi kalau sebaliknya, ada ketentuan yang Allah tentukan celaka dan ada tandanya. Imam Abdullah Haddad mengatakan, wa ma yasuddu an sabilillah, orang yang menghalangi orang daripada jalan Allah. Kalau ada orang ibadah dia benci, ada orang yang berbuat taat dia maki, ada orang ingin berjuang dia salahi, dia cari kesalahannya, dia komentari dengan komentar yang negatif. Wa yalumu bil wajibi fi haqqin min an haqqillah, dan dia memaki, mencela ketika ada orang mengerjakan kewajiban dan itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Maka dua sifat ini kalau ada dalam diri seorang, kata Imam Abdullah Haddad, mereka lah orang-orang yang Allah tentukan bisyaqawah, akan menjadi orang yang celaka. Maka ketika ada suatu ketentuan itu semestinya kita berpikir, ya Allah, kalau saya selalu menghina orang yang berjuang, kalau saya selalu menghalangi orang yang ingin dekat dengan Allah, mempersulit jalan orang yang ingin ibadah kepada Allah, menghambat jalan orang yang ingin dekat dengan Nabi Muhammad, maka kalau saya terus menerus begini, maka khawatir saya akan ditentukan menjadi orang yang celaka sampai akhir hayat nanti. Tidak celaka di sisi manusia, tapi celaka di sisi Allah. Maka kata beliau apa? Manusia tidak lepas dari komentar, lebih baik dinilai jelek dari orang tapi tidak dinilai jelek di mata Allah Subhanahu wa taala. Hakadha. Beginilah Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Bahkan Al-Imam Abdullah Haddad melanjutkan, wa ma fazu bihadhil managibi, tidaklah mereka itu mendapatkan kedudukan yang mulia tadi, menjadi pewaris Nabi, menjadi imam orang yang bertakwa, menjadi manusia pilihan daripada orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah. Dengan dua hal tadi, tidaklah mereka mendapatkan hal tersebut illa kecuali ada sebab. Bihusni iktifaihim wa kamali ittibaihim li a'immatil a'immah sallallahu ala Muhammad. Tidaklah mereka mendapatkan kedudukan tersebut kecuali sebab bagusnya pengikutan mereka, sempurnanya mentaladani mereka kepada pemimpin daripada semua pemimpin, Nabi Muhammad SAW. Dalam diri Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun terdapat sifat daripada sifat Nabi Muhammad. Beliau tidaklah menjalani kehidupan melainkan seperti apa yang dicontohkan dan diajarkan oleh Nabi Muhammad. Akhlak yang mulia daripada akhlak Nabi beliau terapkan di dalam kehidupannya. Maka saya sempat beberapa mencari daripada akhlak Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Beberapa akhlak beliau salah satu sifat yang menonjol, akhlak yang menonjol dari diri beliau adalah as-sabr, sabar. Bahkan ini sabar Al-Faqir pun belum mampu bisa melakukan. Kadang-kadang masih terbawa dengan nafsu dan emosi. Sabarnya beliau dari kecil. Ketika dimarahi oleh ayahnya, beliau tidak mengeluarkan satu kalimat pun dari lisannya saat dimarahi, walaupun beliau tidak salah. Yang Al-Faqir belum mampu juga. Terkadang kita sebagai anak, mohon maaf, masih keluar kalimat dari lisan kita saat dimarahi oleh orang tua. Karena kita merasa saya tidak salah. Yang saya lakukan benar. Al-Habib Hasan sabar. Dia tidak terucap kalimat apapun saat dimarahi oleh orang tuanya. Bahkan dibenci oleh orang lain. Orang memfitnah beliau. Orang ingin menghancurkan beliau. Beliau tidak pernah membalas dan keluar kalimat kotor dari lisannya. As-sabar. Makanya wajar kalau kehidupan beliau penuh dengan cahaya. Kenapa? Karena beliau mengamalkan yang Nabi katakan, as-sabru diyaun. Sabar itu adalah lampu yang menerangkan kehidupan seseorang. Makanya tidak mudah menjadi orang yang sabar. Karena perlu nafsu yang kita lawan, perlu syaitan yang kita lawan, perlu segala hal untuk bisa teguh ketika sesuatu berada di jalan Allah, berada di jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua sifat beliau adalah istiqamah.
Beliau itu adalah istiqamah, dan ini sudah hebat daripada karomah-karomah yang lainnya. Karena dikatakan al-istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah itu lebih hebat daripada 1000 karamah. Dan istiqamah beliau adalah sebagaimana yang diceritakan oleh Habib Segaf, anak daripada anak beliau. Istiqamah beliau setiap malam bangun jam 2. Dimanapun beliau, apapun kondisi beliau, apapun keadaan beliau, bangun jam 2, ibadah, kemudian jam 3 membangunkan santrinya untuk tahajud. Tidak henti, apapun keadaan yang terjadi, istiqamah. Makanya hal yang terbaik adalah ketika kita beribadah, bukan hasil daripada ibadah tersebut, tapi apakah mampu istiqamah di dalam ibadah tersebut. Dalam segala hal, termasuk urusan duduk di majelis ilmu. Kadang-kadang ada saja ujian kita untuk tidak duduk di majelis ilmu dengan alasan A, B, C, D, dan E. Yang tanpa kita sadari itu menghalangi keistiqomahan kita untuk berada di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, beliau memiliki sifat sebagaimana sifatnya Rasulullah, tawakal. Bahkan saya membaca, dan sebelum saya menyampaikan pada saat ini, situ menjadi motivasi buat Al-Faqir sendiri. Bagaimana beliau membangun pondok pesantren dengan biaya yang sedikit. Yang mudah-mudahan itu menjadi cambukan buat Al-Faqir yang saat ini. Beliau ketika ingin membangun asrama santri yang tingkat, di situ beliau hanya punya uang 25 juta. Saat itu datang teman beliau ke kantor. Beliau ceritakan, kalau saya mau membangun asrama untuk santri 3 tingkat. Saya punya uang hanya 5 juta. Maka temannya mengatakan, wahai Ustadz, saat itu beliau hanya dipanggil Ustadz. Wahai Ustadz, ini zaman lagi krisis moneter. Ini waktu lagi krisis moneter Ustadz. Cukup apa tidak duit itu kalau dibangun asrama Ustadz? Apa jawaban Habib Hasan? Beliau menjawab, Ustadz, karena temannya juga adalah seorang ustadz. Yang krisis negara. Yang memang sedang krisis negara kita. Negara lain tidak. Apalagi Allah. Allah tidak mengenal kata krisis. Itu saya tercambuk. Kadang kita berharap dengan satu makhluk, tapi makhluk tersebut tidak bisa memberikan keinginan kita 100%. Allah tidak kenal kata krisis. Yang mungkin kita, ini zaman lagi susah, bagaimana kita bisa hidup, bagaimana bisa ini, kita lupa punya Allah yang tidak kenal kata kesusah. Bahkan beliau katakan, wahai Ustadz, kalau kita punya keinginan, jangan mengukur dengan kemampuan kita, tapi ukur dengan kemampuan Allah. Kalau kita mengukur dengan kemampuan kita, maka hasilnya akan Allah berikan sesuai kemampuan kita. Tapi kalau kita ukur dengan kemampuan Allah, maka Allah akan memberikan hasilnya sesuai kemampuan Allah yang maha mampu. Dan orang yang menolong Allah tidak akan dikecewakan oleh Allah. Tawakal yang begitu besar dari Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Sehingga kita lihat sekarang pondoknya. Berapa banyak santri-santri yang keluar dari Habib Hasan. Walaupun Al-Faqir tidak mondok di sana, tapi Al-Faqir sering bolak-balik ke pondok Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Ketika suatu saat Al-Faqir disuruh oleh guru Al-Faqir Habib Taufik untuk menjemput Al-Ustaz Muhammad bin Idris Al-Haddad di pondok pesantren Darul Lughah wa Da'wah. Di situ Al-Faqir lihat betapa besarnya pondok tersebut. Saat ini besarnya itu pondok, banyaknya itu murid, tidak terlepas daripada sosok Al-Habib Hasan yang begitu susah payah berjuang membangun daripada pondok tersebut. Sallu ala Nabi Muhammad. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, sifat Habib Hasan, walaupun beliau susah, tawakal tinggi, tapi beliau tidak melupakan sifat Nabi yang lain, as-sakha wa rahmatan lid-du'afa wal fuqara wal aitam. Walaupun keadaan beliau susah, untuk bangun pesantren saja uangnya tidak banyak, tapi beliau masih punya sifat dermawan, masih mau memberi, masih perhatian terhadap orang lemah, terhadap orang fakir,
terhadap anak aitam, masih peduli, padahal kondisi beliau untuk bangun pesantren saja uangnya tidak cukup, tapi masih mau berbagi wakif dengan kita yang punya uang. Bahkan kebutuhan untuk membangun ini dan itu tidak ada. Tapi ketika perhatian terhadap orang lemah, pikiran kita banyak. Nanti kalau uang saya habis, gimana nasib anak saya? Gimana nasib keluarga saya? Kita lupa ada Allah. Hakada. Contoh dari Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Beliau dermawan. Bahkan ketika ditanya, Ustadz ngaku ngenju? Padahal Ustadz butuh duit. Apa jawabannya? Ini cago mancing, dayok kemancing sama Allah. Kalau pancing umpannya besar, kaget bapetnya juga besar. Kalau mancing nih umpannya banyak, dapatnya juga banyak. Ini cara mereka tidak lepas dari jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wajar kalau mereka termasuk apa yang dikatakan oleh Imam Abdullah bin Alawil Haddad, pedulinya mereka terhadap hamba Allah, dakwahnya mereka di jalan Allah karena meniru daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sifat beliau yang lainnya yang harus bagi diketahui, at-tawadhu, rendah hati. Bukan hanya kepada orang lain tapi rendah hati terhadap ulama. Tawadhu kepada semua orang. Tidak merasa dirinya lebih hebat. Tidak merasanya lebih unggul dari orang lain. Tapi mereka adalah seorang yang selalu merendahkan hatinya. Merendahkan dirinya. Dan inilah sikap dari ulama-ulama terdahulu. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, saat beliau sudah menjadi ulama besar, saat itu Imam Syafi'i pernah tawadhu di hadapan satu ulama. Kalau ada ulama dia sopan. Saat murid-muridnya orang-orang yang pecinta Al-Imam Syafi'i melihat Imam Syafi'i terlalu tawadhu terhadap ulama yang lain, utiba, dimarahi Imam Syafi'i. Ditegur, kenapa kau harus hormat sama ulama ini? Kau adalah imam. Kau ulama, kenapa harus hormat kepada mereka? Apa kata Imam Syafi'i saat dihina seperti itu? Karena sebab tawadhunya dia kepada semua ulama, lan tukrama an-nafsu. Menggunakan lan, amil nasab yang abadal abad, tidak akan selama-lamanya. Karena tidak itu ada dua, ada lam pakai mim, ada lan pakai nun. Kalau lam tidaknya hanya beberapa waktu. Tapi kalau lan tidaknya selama-lamanya. Lan tukrama an-nafsu, tidak akan selama-lamanya. Jiwa ini dimuliakan, allati la tuhinuha, yang mana orang yang punya jiwa tidak pernah menghinakan jiwanya. Jangan berharap jiwa akan dimuliakan oleh Allah, oleh orang lain, kalau dia dirinya tidak pernah menghinakan dirinya di hadapan orang lain. Wa uhinu nafsi, wa uhinu lahum nafsi, fahum yukrimunah. Ketika aku menghinakan diriku untuk ulama, akhirnya semua ulama memuliakan aku. Semua orang memuliakan aku. Sebab tawadhu. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, la yanalul ilma illa bitawadu'i wa ilqa'is sam'i. Kata Imam Ghazali rahimahullah, tidak akan bisa dapat ilmu kecuali dua hal. Tawadhu. Tawadhu kepada pengajar. Tawadhu kepada santri. Tawadhu kepada semua orang. Wa ilqa'is sam'i. Dan memberikan pendengaran seutuhnya ketika apa yang sedang diajarkan. Kalau hanya mendengar tapi tidak fokus, ya maka tidak akan bisa dapat banyak daripada ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita. Dan inilah sosok Al-Imam Abuya Al-Habib Ad-Da'ilallah Hasan bin Ahmad Baharun. Wajar mereka menjadi orang yang mulia. Dan kita menceritakan ini bukan berlebihan, tapi ini adalah adab sebagai murid terhadap guru. Karena dalam kitab Tadhkiratul Alim, Tadhkiratis Sami' wal Mustami' fi adabil alim wa muta'allim, salah satu adab murid terhadap guru adalah ay ya'rifa lahu haqqahu wa la yansa fadlahu. Jangan melupakan jasa guru. Harus selalu kita ingat haknya guru. Jangan lupakan jasa guru walaupun guru sudah meninggal. Walaupun guru tidak lagi duduk sama kita. Tapi jasa mereka jangan pernah dilupakan sedikit pun. Hak-hak mereka jangan pernah tidak diketahui sedikit pun oleh kita. Wajib bagi murid untuk mengetahui hak guru. Salah
salah satunya daripada hak guru tersebut ayyanzurahu bi'ainil ijlal. Pandang guru dengan pandangan agung. Jangan pandang guru dengan hanya pandangan basyariyah. Kalau kita memandang sosok ulama dengan pandangan basyariyah, apa bedanya kita seperti dengan orang munafik yang memandang Nabi Muhammad dengan pandangan biasa? Mali hadar rasul ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Ini apa seorang rasul makan, berjalan di pasar? Kalau kita mandang sisi manusia, sama seperti orang munafik, tidak dapat keberkahan Nabi. Kalau kita pandang ulama kita dengan pandangan manusiawi, mereka manusia, punya sifat manusia. Tapi kalau kita pandang mereka dengan pandangan manusia, bukan pandangan kemuliaan, bukan pandangan penghormatan, yang rugi bukan para ulama, tapi kita. Karena kita yang tidak mau mengambil keberkahan daripada mereka. Kemudian lagi adab ataupun yang harus diketahui oleh seorang murid adalah ayyu'azzima hurmatahu. Mengagungkan kemuliaannya. Kita tahu guru kita ini orang yang mulia. Tapi kita tidak pernah mengagungkan kemuliaannya. Bahkan kita tahu Nabi Muhammad, Nabi yang mulia. Tapi kita belum bisa mengagungkan kemuliaan Nabi. Buktinya apa? Saat kita duduk di majlis sholawat. Saat kita duduk di majlis ilmu. Saat kita duduk di tempat-tempat yang di situ kita diajak berzikir kepada Allah. Di situ yuzkaru ismun Nabi. Disebutkan nama Nabi. Tapi kita berat untuk mengucapkan salawat kepada Nabi. Kita tahu Nabi Muhammad manusia yang mulia. Tapi kita belum bisa mengagungkan kemuliaan Nabi. Sehingga Nabi katakan al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang pelit itu, pelit dia punya suara, pelit dia punya hati, pelit dia punya pikiran. Saat namaku disebut, dia tidak mau bersolawat kepadaku. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita harus menghormati kemuliaan guru, agungkan kemuliaannya. Bukan hanya sekedar tahu guru kita orang yang mulia, tapi agungkan kemuliaan tersebut. Dengan cara apa? Ada atau tidak adanya guru, kehidupan kita sama. Dilihat atau tidak oleh guru, kehidupan kita sama. Itu orang yang mengagungkan kemuliaan guru. Wa yaruddu ghaibatahu wa yaghdabu laha. Dan marah, menolak kalau guru tidak ada. Marah kalau guru tidak datang. Tidak senang kalau guru tidak hadir. Dia tidak ingin gurunya menghilangi, pergi dari dia. Maka yang kita harus pikirkan, murid tidak boleh lari dari guru. Ketika murid lari dari guru, menghindar dari guru, maka yang sedih adalah diri itu murid sendiri. Bahkan kata dalam kitab tersebut Al-Imam Al-Kinani yang mengarang kitab tersebut mengatakan, fa in ajaza an dzalika. Kalau kita belum mampu untuk mengagungkan kemuliaan guru kita, belum mampu punya sifat marah kalau guru kita tidak ada, tidak senang dengan tidak hadirnya guru kita, tidak mampu itu ada dalam hati kita, qama wa faraka dzalikal majlis. Lebih baik kau tegak, tinggalkan ini majlis, karena kau belum pacak dapat keberkahan yang banyak daripada ulama tersebut. Berat. Makanya perlu, tidak cukup hanya hadza ini, tapi perlu kita bagaimana kita ngembek keberkahan. Karena salah siko atau Imam Abu Yusuf, yang wajib kita deketi setiap saat adalah al-alim. Khamsatun yajibul alal insan mudaratuhum. Ada 5 orang yang wajib kita deketi setiap saat. Salah sikonya al-alim. Kenapa? Liyaqtabisa min ilmihi. Agar kita bisa dapat berkah daripada ilmunya. Karena dapat berkah ilmu, dapat berkah dalam kehidupan kita. Ya mudah-mudahan kita duduk di sini tidak lain tidak bukan untuk mencari keberkahan Habib Hasan bin Ahmad Bahrun. Keberkahan guru-guru yang ada bersama kita. Mudah-mudahan kita pulang dari tempat ini betul kita dapat keberkahan. Betul kita dapat pandangan. Betul kita dapat sesuatu yang membuat kita lebih baik keadaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik kepada kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua selalu dikelompokkan dalam kelompok orang-orang yang baik. Dikumpulkan bersama orang-orang yang baik. Dimudahkan melakukan kebaikan. Dicintai terhadap kebaikan. Mencintai orang-orang yang baik. Mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Membanggakan orang-orang yang dibanggakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hadina bihudak. Waj'alna mimman yuzhari'u fi ridhak. Wa la tuwallina waliyan siwak.
ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Hadza minni, kurang lebihnya saya minta maaf. Hadza ma'agulakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran katsiran Ustaz. Acara selanjutnya talqin zikir dan doa syifa yang insyaallah doa syifa akan dipimpin oleh Al-Habib Muhsin bin Abdullah Al-Habsyi dan talqin zikir akan dipimpin oleh Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Syihab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ilaha illallah astaghfirullah wa sallallahu ala rasulillah. Al-Fatihah biniyat asy-syifa was-sihah wal afiyah li Syarifah Nur Jannah binti Umar bin Husain bin Muhdhar bin Syekh bin Syahab. Anallah yashfi wa liman awsana bi shifa'in maradhim yashfi shifa'an ajilan shifa'an la yaghadiru ba'dahu zagaman wa la alama. على هدينا وكنيا صلى الله إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله أستغفر الله وصلى الله على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوة الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا والموت عليها عزو إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا التواب الرحيم. دعواهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, dengan pembacaan doa syifa dan talqin zikir maka berakhirlah juga acara kita pada siang hari ini. Sebelum mengundurkan diri, Al-Faqir sebagai Raisul Jalsa atau MC membawa acara mengundurkan diri apabila ada kekurangan yang ada. Saya sebagai panitia dan perwakilan dari Al-Hasaniyah Pondok Pesantren Darul Lughah wad Da'wah berminta maaf sebesar-besarnya, dan jika ada yang keluh kesah, ada minus, saya mohon maaf juga. Dan syukran katsiran kepada jamaah yang telah hadir di acara Hall Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun yang ke-25. Dengan ini saya mengundurkan diri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Afwan, ini ada undangan hall